اهلا بكم في برنامج العالم، وتنسوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن صبحي عبد السلام. يعني صبحي عبد السلام قلت لكم واحد مريض نفسي، الاهلي عامل له مرض نفسي وهو بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه، هو منبع للتعصب والفتنه في الرياضه المصريه. طبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام منطقه صفتنا وبيحب الترند واللقطه. طبعا صبحي عبد السلام طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام محترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب والفتنه في الرياضه المصريه. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراء. انا بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل له مرض نفسي وعامل له تعب نفسي وعامل له عقده نفسيه بجد يعني. طبعا صلاح السلام طبعا هو ب 100 وش متلون، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تواصل هو منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل له مشكله وعمل له عقده من سنين لانه هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى التعسف فتنه، وحاجه في منتهى الكذب والحقد وحاجه غير محترمه. تعالوا معايا كده. النادي الاهلي لجأ لصفقات البوم طخ والترند السلبي ومكايده في جماهير نادي الزمالك بخطف لاعبين عشان اقعد طول الوقت الحن عليهم. يعني والله عايز اقول لك يا صبحي على السلام، يعني الاهلي مربي لك الخفيف ومجننك، واللعيبه مجنناك ومربي لك الخفيف. صبحي على السلام طلع بيقول اني بيقول لك الصفقات الكيديه والصفقات البوم طخ، والكلام اللي هو قاله ده البوم طخ ومش عارف ايه، وان هو بيعمل الصفقات دي بس عشان خاطر كيديه، وصفقات اللي مش فاهم يعني ايه صفقات كيديه، وبيخطف النجوم اللعيبه ومش لعيبه. هو بس انت متضايق بس اللي وجعك قوي يا صبحي عبد السلام. الاهلي خطف لعيبه من الزمالك، ووجعك قوي لما خدنا زيزو وبن شرقي وامام، دول اللي واجعينك قوي يا صبحي عبد السلام. عشان كده انت طالع تتكلم في الموضوع ده، لكن غير كده مش هيطلع يقول الكلام ده. دايما هو على طول قلت لكم قبل كده الصفقات مجنناهم ومربينهم خفيف، واخرهم اللي مربينهم الخفيف جامد زيزو مربي الخفيف لناس ثانيه، واخره طبعا صبحي عبد السلام يعني الصفقه مجنناهم جدا، والاهلي مربينهم خفيف ومجننهم جدا يعني. فصبحي عبد السلام طبعا هو زي ما قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكلام منطقه صفتنا وبيحب الترند واللقطه. طبعا صبحي عبد السلام طبعا هو كاره للنادي الاهلي كده على النادي الاهلي. صبحي عبد السلام اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.